عايز اقول لمدام سميرة الف مبروك. انت فنانه جميله ومحترمه وبتحبي فنك، يمكن بتفضلي فنك يمكن على حياتك الخاصه كمان. انت حد طول الوقت مهتم جدا بتفاصيل الاغاني والكلمات والالحان، مش بتجري ورا الموضه بحذافيرها، بتاخد افكار بسيطه وتقول لك انا يناسب شكلي، يناسب سني، يناسب ان انا وانا بغني يبقى شكلي عامله ازاي، انا قادر اغني. مش بس ممكن تلبس فستان ضيق قوي وتقول لك انا هغني، لا هي بتقول لك لا ريح الفستان، انا بغني من اعماق. هو بصراحة كل الألبوم جامد جدا، تمام. يعني هوا هوا أغنية جامدة جدا، اوكي. دي أحس إن هي أغنية يعني خارج نطاق المألوف من المؤلفين والملحنين والغنى والأداء وكل حاجة يعني. في البدايات خالص ومشينا المشوار مع بعض، فبقى في علاقه كده ان كأن الست دي صاحبتي، يعني من اول بقى احكي يا شهرزاد، ومن اول ما جت خالص من المغرب، ومن اول الجاني بعد يومين، وكل البوم هي بتفاجئني، وكل البوم عندها حاجه فريش، وكل البوم ما بتقدمش. ألف مبروك على الألبوم الجديد، وأغانيه جميلة جدا، وبالذات هوا يا هوا يا هوا فده شيء جميل جدا، وأنا جاية أحضر حفلتك لأنك وحشاني مباشر، كل زملائي وزميلاتي وحشني مباشر، فربنا يوفقها إن شاء الله، واللي جاي يبقى أحلى كمان. سميرة سعيد طبعا فنانة كبيرة وعظيمة وكلنا بنتعلم منها. أنا جاية النهاردة كواحدة من جمهورها بسمع الأغاني الجميلة اللي بتفكرنا بكل ذكرياتنا الحلوة لحد النهاردة. مستمتعة جدا زي أي حد بيتفرج يعني.